بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرنامج من رحاب الأزهر الشريف، وفي ضيافة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. نبدأ معكم حلقة اليوم. فضيلة الإمام، هناك تخوف حاليا من نظام الدولة في مصر. هل هي دولة مدنية أم دولة دينية؟ وما هو الفرق بين كل من الدولة المدنية والدينية؟ وهل يعني أننا لو طبقنا دولة مدنية أن نبتعد عن الإسلام وألا يكون الإسلام هو مصدر الشريعة في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أنا لا أجد أي انزعاج من حيال هذا الموضوع. نعم. وحقيقة إثارة مثل هذه التسميات أو الأسماء الآن لإزعاج الناس أو لتخويف الناس، هذا أمر أظنه يدرج في خطة المتربصين بمصر، وخاصة في المستقبل الجديد أو ما بعد الثورة. نعم. وسيد الفاضل، هناك أنا سمعت عندنا الآن ناس يقولون يجب علينا أن نختار بين نموذج إيران ونموذج تركيا. نحن لسنا أتراك، ولا نموذج تركيا ينفع مع مصر وتاريخ مصر والأزهر في مصر، ونفس الشيء أيضا بالنسبة للنموذج الإيراني. احنا نموذجنا واضح ويتحقق فيه أن الدولة دولة مدنية، ولكنها ذات ارتباط وثيق بالدين الإسلامي. نعم. دولة دينية ودولة مدنية لازم نعرف المعنى ايه بينهم. نعم. حقيقة الدولة الدينية دي لم يعرفها الإسلام، وتاريخ المسلمين لم يعرفوا، تاريخ المسلمين لم يعرف أبدا الدولة الدينية. الدولة الدينية أن يكون الحاكم حاكما بأمر الله، وأن يحكم الناس بأمر الله، وأن يتصرف في عقائد الناس. وفي حتى كان قبل أن يحدث في الغرب مسألة العلمانية وفصل الكنيسة عن الدولة، وبحيث تطلق يد الكنيسة في عقائد الناس وفي صلاتهم بالله وفي ضمائرهم، بينما تطلق يد الدولة في الأحكام التي تتعلق بالقوانين وبنظام الأسرة وبنظام الاقتصادي، نظام الاجتماعي، نظام إلى آخره. قبل هذا كان الحاكم حاكم بأمر الله. نعم. ومن صلاحيته أنه حتى يعين البابا أو يعزل البابا. هذه الدولة التي يخوفوننا بها الآن أو يتحدثون عنها وكأنها أسد سوف يلتهمنا بعد قليل، هذه الدولة نقول للناس جميعا الإسلام لم يعرفها في تاريخه الطويل. نعم. الإسلام دولته دولة في الأصل مدنية، ولكن برضو أريد أن أنبه على كلمة مدنية. كلمة مدنية بمفهومنا احنا الآن، نعم، غير المفهوم الغربي، لأن المدنية بالمفهوم الغربي معناها الدولة التي تقصي الدين تماما عن الحياة بكل أشكالها. لا، إذا كنت تقصد بالمدنية لن نكون دولة مدنية بهذا المفهوم. نعم. يعني المسألة هناك في الغرب إما دولة دينية حاكم بأمر الله يسيطر على الدنيا دي كلها، وإما دولة مدنية بمعنى أنها للكنيسة مجالها الذي يبتعد تماما عن، لا يتدخل في حرية الإنسان ولا في تصرفه، والدولة بمعنى أنها هي التي تتبنى شؤون الإنسان. لا، احنا عندنا قسم ثالث، لسنا دولة دينية بالمفهوم الغربي، ولسنا دولة مدنية بالمفهوم الغربي بمعنى أن الدين معزول عن المجتمع. لا، هناك، والقسمة لا يصح أن تكون إما هذا وإما ذاك، لا، هناك أمر ثالث وهو الذي
يمثل النموذج الموجودة فيه البلاد الإسلامية أو معظمها في الشرق الإسلامي. نعم. وهي الدولة المدنية التي تسند ظهرها إلى أصول الدين وإلى أحكام الشريعة الإسلامية. واحد يقول لي طيب ما خلاص كده أنت مدام والله يعني في الآخر ربطني بالشريعة الإسلامية أو بدين إسلامي، برضو حيظهر التسلط. نعم. هنا الفرق بين دين يتسلط وبين دين بطبيعته لا يتسلط. الدين اللي هو الإسلامي غير متسلط. يعني عفوا للمقاطعة، من يقولون بهذا يجهلون تماما تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام، ويخلطون بين الإسلام وما حدث في أديان أخرى وبين المسيحية في العصور الوسطى. نعم. التي كانت تتدخل في تعيين الناس، في البابا، تعيين المسؤولين في الأقطاع، في تحرم قراءة النصوص المقدسة إلا على مجموعة من كذا، حتى كانوا يصادرون النظريات العلمية لأنها لا تتفق مع، كانوا يعتبرونها هرطقة. نعم. يعتبرون العلم هرطقة، نعم. لأنه لا يتفق مع عقول رجال الدين. هذه هي أو هذه الظروف التي نشأ فيها فصل بين الكنيسة كدين وبين الدولة كعلمانية. الإسلام ليس هكذا. الإسلام ليس متسلطا ضد العلم، بالعكس هو دين العلم. وكنا يعني سجلنا في قنوات أخرى أن كلمة علم يعني مفرداتها في القرآن الكريم، نعم. سواء كانت بمعنى علم أو يعلمون أو عالم أو علماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، أو كانت بمعنى يتفكرون أو ينظرون أو يتدبرون أو يفقهون أو يبصرون أو يسمعون، جاوزت 140 مفردة. نعم. إذن هذا الدين دين علم، ولم يحدث ولن يحدث يوما ما من الأيام أن الإسلام أو علماء الإسلام أو الأزهر أو أي مؤسسة دينية، نعم. سوف تقف تجاه نظرية علمية وتقول لا، كما حدث في الأديان الأخرى. نعم. ثانيا، الإسلام ينبني، صحيح ينبني على الوحي، لكن أيضا إلى جواره ينبني على العقل. خذ عندك قاعدة واحدة فقط أطرحها بين يدي هذا الموضوع الذي أحاول أن أستدل عليه. احنا عندنا قاعدة: إذا تعارض النص والعقل، نعم، قدم العقل وأول النص. بمعنى أن كل النصوص، والنصوص هنا معناها القرآن والسنة، نعم، كل النصوص التي تصطلح مع العقل خلاص يبقى دي مبررة عقلا، ويبقى هذا المجتمع، نعم، يعيش بناء على أحكام العقل والنص، يحترمها، نعم، يحترمها. يعني هذه النصوص العقل يحترمها، خلاص انتهى الكلام. وكأنك، نعم، وكأنك تعيش تحت أحكام عقلية موحى بها من السماء. نعم. طيب ايه نعمل في النصوص اللي هي يمكن العقل يتوقف عند ظاهرها ولا يقبلها؟ نعمل ايه؟ نلغي العقل وأحكم ظاهر النصوص اللي هو يعارض، قد يتعارض مع المنطق مع ومع العقل، ولا أعمل ايه؟ شوف بقى، يعني الشيء اللي أنا أعتز به في هذا الدين، يقولون لا، تقدم العقل، نعم، والنص ده موقفك منه اللي هو متعارض ده ظاهرا، موقفك منه أحد أمرين: إما أنك أنت تسلمه وتقول أنا لا أفهمه، لكن تعتقد أنه نص مقدس، أن نرد أمره إلى الله، وتفوض أمره إلى الله، نعم، وأنت أمام نص مقدس وإن كنت لا تفهمه، نعم، أو أنك أنت تستطيع أن تؤوله تأويلا يعني يتماشى والعقل. يعني نقربها للمشاهدين كما فسرنا من قبل الأحرف التي بدأت بها الآيات، أن تأويلها أو مردودها إلى الله سبحانه وتعالى هو أعلم بها. هو أعلم بها، نعم. بس دي غير متعارضة مع العقل، يعني هو إنما مثلا هي تشبيه قريب. نعم. يعني في بعض الآيات مثلا التي تصف الله سبحانه وتعالى بأن له يدان أو كذا أو كذا، أو له يدين ويداه مبسوطتان، نعم، بل يداه مبسوطتان. نعم. طب أعمل إيه في هذه؟ ما هو العقل هنا يقول لك لا يمكن، نعم، الله أو الألوهية لا تجتمع مع الأعضاء الحسية، مش ممكن، لأن كل ما أدركه العقل فالله غير ذلك. فالله غير ذلك. لا، يعني لو أنا سأتصور بناء على كما تقول الآية أن له يدين،
لازم يكون لي صوابع، لازم يكون لي فقرات، لازم يكون لي دورة دموية. لا، نعم. طبعا الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. نعم. فإذا أنا مضطر يا إما أقول بل يداه مبسوطتان، ده نص أنا أعتقد أن الله قال هذا الكلام، ولكن لا أتأوله ولا أفهمه ولا أفسره وأفوضه إلى الله. وأفوضه إلى الله. أو أقول لا، المقصود بيداه يعني القدرة، تعبير عن القدرة، تعبير عن القدرة. إذا في النهاية سواء أنك أنت يعني أبقيت النصوص المتعارضة مع العقل نعم. في مجالها المقدس وأعملت العقل، أو أولت هذه النصوص بما يتماشى مع العقل، نعم. أنت في النهاية في الطرح بتاعك الأخير كله قائم على العقل. نعم. شوف حضرتك، لو دين يعني تصور دينا يعمل العقل ويحترمه ويطلق يده في المجتمع إلى هذا المدى، نعم. طبعا العقل حيتناول كل شيء. وعشان كده فعلا لا تجد المجتمعات الإسلامية اصطدمت بأمور يرتضيها العقل الجمعي للناس، نعم. أو الأخلاق العامة للناس، أو العلم. فإذا لا يعني أنت مؤمن أساسا انطلاقا من شريعة الإسلام، وانطلاقا من الإسلام. إذا رضيت أن تعيش تحت ظلال الإسلام فلا تخشى مصادرة على العقل، نعم. لا تخشى مصادرة على الأخلاق، لا تخشى مصادرة على أي قيمة من قيم الإنتاج، نعم. ما دام محوطا بالأخلاق. وأي فيلسوف عقلي حقيقة يعني عايز أقول حضرتك أقصى ما يطمح إليه هو أن يعمل عقله ويرتضي أحكام العقل. ده مؤمن في الإسلام تماما ما دام العقل عقل صحيح. هناك أمور أخرى، فأنك أنت يعني الدين الإسلامي ده ليس إقصائيا، نعم. والشريعة الإسلامية ليست إقصائية، يعني هي تحتضن الجميع. وشوف حضرتك برضو المقولة الأخرى إن قول القائل لو كان يحتمل الكفر من 100 وجه، يعني لو واحد تكلم كلام نعم. هذا الكلام يحمل على الكفر، رحت يمين شمال 100 وجه يحتمل الكفر، إلا أنه يحتمل غير الكفر من وجه واحد فقط. يجب عليك أن ترجع هذا القول إلى هذا الوجه الذي يخرجه من الكفر إلى الإيمان. نعم. يعني شفت، أولا هذه عندك إعمال عقل، ثانيا عندك التماس أعذار إلى أبعد الحدود. نعم. في هذا الجو لا تستطيع أن تقول أنني أعيش إذا احتكمت إلى الشريعة أو إذا ارتبط المجتمع بالشريعة الإسلامية سوف تظلني دولة دينية تتسلط علي كما كانت تتسلط الدولة الدينية في المجتمع في القرون الوسطى، في المجتمع الغربي. نعم. إذن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية. يا أخي كيف تقول دولة دينية وأول خليفة فيها يعني رجل لم يقل أنا أحكمكم بأمر الله أو بحكم الله، قال إني وليت عليكم ولست بخيركم. وليت يعني ولاني الناس. نعم. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ده حاكم بأمر الله ده؟ إذا كان بيقول أنا أخطأ يعني أثبت لنفسه أنه يخطئ. نعم. وطلب من الناس أنه حين يخطئ أن يقوموه. طبعا مش حاكم دولة دينية. ولا ده رجل يحكم بالمعنى الديني اللي احنا خايفين منه، واللي احنا دايما هستعمل كلمة فزاعة اللي نعم. كل شوية يقولوا لنا خذوا بالكم في دولة دينية جاية. لا، الدولة الدينية لم تحدث. برضو كل الخلفاء وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كل هؤلاء ما زعموا أنهم ملكوا رقاب الناس باسم الله وباسم الدين، وأنهم يتصرفون في الناس كما كان يتصرف أو كما يتصرف الحاكم في الدولة الدينية. الدولة الدينية بهذا المفهوم واضح جدا، لا تاريخ المسلمين لم يعرف، الإسلام لا يقره، الإسلام لا يقره على الإطلاق. يعني أنا مثلا شيخ أزهر، هل أستطيع أن أزعم لنفسي أن الله منحني أن أعين حاكم مصر ولا أعين حاكم في العالم العربي؟ لو قلت كده المسلمين يضحكوا علي. خلاص، هي دي معناها أن لا توجد دولة دينية. كل ما يعني ما أعطاه الشرع
للحاكم المسلم في دولته وفي أمته وهو نفس ما أعطاه لأقل فرد من الأفراد، وهو النصيحة والإرشاد فقط. فضيلتكم أشرتم إلى أنه لا يوجد حاكم بأمره في الإسلام، يعني حتى في العلوم الدينية حتى الاجتهاد مفتوح للعلماء في الإسلام، يعني لا يوجد حد قاطع يفصل العلماء عن الاجتهاد. نعم، الاجتهاد ده موجود، وهو يعني الوسيلة التي تجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، ولكن أركز على ما قلت وأنه مفتوح للعلماء. نعم. الاجتهاد يقوم به العلماء ولا يحسنه إلا العلماء، ولا يعرف قوادمه وخوافيه إلا العلماء. نعم. واحنا نحذر طبعا، لأن دلوقتي الكل يزعم أنه كل واحد مش عارف يحفظ له كلمتين وطلع في قناة فضائية ولبس مسوح الصالحين والعلماء يزعم أنه يجتهد. أبدا 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 أبدا. الاجتهاد له علماؤه وله علماؤه المتمكنون. نعم. والذين ولدوا وتربوا وترعرعوا في دراسة هذه العلوم. فضيلتكم يعني وماذا عن المادة الثانية؟ يعني البعض الآن يحاول أن ينتزع المادة الثانية من التعديلات الدستورية القادمة حتى يتجنب ما قلنا أنه الفزاعة التي يخاوف الناس منها لا، من الدين احنا الإسلامي. تحدثنا في هذا الأمر، واحنا ردنا الرد العادي طبعا. يعني لا نريد أن ندخل بالمشاهد الكريم في تحليلات فقهية وكذا، إنما يكفي أن هناك الآن دولا عديدة جدا في الغرب ينص دستورها على أن الكنيسة الفلانية هي كنيسة الدولة، وعلى الدولة أن ترعى هذه الكنيسة. يعني ها هنا نص صريح على دين الدولة أو على المؤسسة الدينية للدولة. هذا أولا. ثانيا، حينما يقال ان الدين الدولة اللي هي المادة الثانية في الدستور دين أن الدين الإسلامي هو مصدر التشريع، وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للأحكام أو القوانين. نعم. هذه المادة واضحة جدا في أن غير المسلمين غير ملزمين بالشريعة الإسلامية. نعم. وهذا هو ما جرى عليه تاريخ المسلمين في دولهم وفي اجتماعاتهم وفي حضارتهم. لم يحدث أبدا أن الدولة الإسلامية ألزمت الغير المسلمين بشريعة الإسلام في زواجهم، في طلاقهم، نعم. في أكلهم، في شربهم، في لبسهم، في احتفظت لهم أو يعني نصت على أن تحترم دور العبادة. نعم. طبعا العهدة العمرية وغير العهدة العمرية، وأيضا وصية نجران. كل دي نصوص واضحة عندنا وقاطعة وصريحة في أن الكنائس لا تهدم ولا تمس ولا ينتقص منها ولا ينتقص من حيزها. نعم. حتى الحيز، يعني لو كانت الكنيسة حولها ما حولها من مساحات يحرم أن أنتقص منها ولو قدر شبر. وضمن الصلبان، وضمن أيضا لهم يمارسون شعائرهم وبناء ويحيون حياتهم بناء على شرائعهم. نعم. بناء على شرائعهم. ولذلك المسيحي غير ملزم بالحلال والحرام في الشريعة الإسلامية. وقل لي متى حدث أن مثلا المسلمون أو الدولة الإسلامية حرمت على المسيحيين أن يلبسوا لباسا معينا وقالوا لازم تلبسوا زي المسلمين، أو مثلا تأكلوا أو لا تأكلوا الخنزير مثلا. نعم. أو لا تشربوا، حرمت عليهم شرب الخمر أو حرمت عليهم كذا أو حرمت عليهم. لم يحدث هذا على الإطلاق، لا منذ جاء الإسلام هنا في مصر وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يتركون وما يدينون، يتركون وما يتشرعون به. هذه هي القاعدة. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لغير المسلمين أنهم يتمتعون بكامل حريتهم في تشريعاتهم وفي عقائدهم وفي عباداتهم، فلماذا الشوشرة ولماذا يعني الرعب المصطنع
من هذه المادة الثانية. وأنا حقيقة أنتهز الفرصة وأتقدم بخالص الشكر للعلماء والمفكرين المسيحيين نعم. ومنهم رجال دين أيضا الذين فعلا يعني قالوا إن هذه المادة وجودها أمر ضروري، لأن فعلا هذه المادة هي التي تكفل حريات الآخرين. نعم. لو غبت المادة دي هتربط حريات الآخرين بإيه؟ يعني أنا انطلق من أن حرية المسيح أو حرية اليهودي حقه في الحرية من الشريعة الإسلامية. من الشريعة. نعم. إذا والله أقصيت هذه المادة وأن الشريعة كذا، طيب ما ممكن تتدخل بقى باعتبارك دولة إسلامية وأغلبية ومش عارف إيه وإيه، يطلع لي قانون يضيق على الناس دي. نعم. إنما حقيقة انظروا يعني وتفكروا وتدبروا، هذه المادة يعني يعني تستحق أن المسيحيين يحرصون عليها أكثر من المسلمين. نعم. شكرا لفضيلتكم.